السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة نبض الملاعب. في هذا الفيديو نستعرض أكبر 5 صفقات رسمية في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 مع نظرة سريعة على أهمية كل صفقة ومن قد يكون الرابح الأكبر هذا الصيف. فلنبدأ مباشرة. في المركز الخامس الحارس الفرنسي إيلان ميليه الذي انضم إلى أرسنال في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليدز يونايتد. أرسنال عزز مركز حراسة المرمى بحارس يملك خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي وقد يكون إضافة مهمة للفريق. أما في المركز الرابع فيأتي الإنجليزي أنتوني غوردون الذي انتقل إلى برشلونة في صفقة بلغت نحو 80 مليون يورو. برشلونة يعول على سرعته ومهاراته الهجومية لمنح الفريق حلولا جديدة في الخط الأمامي. وفي المركز الثالث نجد ماتيوس فرنانديز الذي انضم إلى توتنهام مقابل ما يقارب 99 مليون يورو. اللاعب يعتبر من أبرز المواهب في خط الوسط وجماهير توتنهام تنتظر منه الكثير. أما المركز الثاني فيحتله الإيطالي ساندرو تونالي الذي انتقل إلى توتنهام مقابل حوالي 108 ملايين يورو. تونالي من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا وقد يشكل عنصرا أساسيا في مشروع النادي. وأخيرا المركز الأول والأكبر حتى الآن هو انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل نحو 116 مليون جنيه استرليني. الجميع يترقب ما إذا كان اللاعب سيبرهن أن هذه القيمة الكبيرة كانت في محلها. والآن جاء دوركم. برأيكم ما هي أفضل صفقة في ميركاتو صيف 2026؟ وهل هناك لاعب يستحق أن يكون ضمن هذه القائمة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا دعم قناة نبض الملاعب بالاشتراك والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم كل جديد من أخبار وتحليلات كرة القدم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.